صباح الخير، صباح النور ميس اموريس وميس عديانيس. انا ضحكني غير واحد السيد صيفطوا لي الفيديو ديالو قال لهم والله صاري كل تمشي لبرشلونه حتى نقرع شعري. بغيت نعرف واش قرع شعر ولا ما قرعوش، لانه حاليا انا كنتواجد في برشلونه. الناس مسالين اختي. انا صراحه ما عرفتش منين غنبدا، لانه ما نكذبش عليكم ما بقاش عندي الخاطر ديال الهضره ونعاود على حياتي. ما بقاش عندي، ما بقيتش بحال شحال هادي. انا لاحظت واحد الحاجه في راسي، كنزيد نكبر وكيزيد شي حوايج كيتبدلوا فيا. يعني الحوايج اللي كانوا كيعجبوني في 2019 ما بقاوش كيعجبوني في 2022، وداكشي اللي كان كيعجبني في 2022 ما بقاش كيعجبني في 2023. دابا هادشي اللي داكشي اللي كان كيعجبني في 2024 ماشي هو هادشي اللي تيعجبني في 2025. المهم باش ما نطولش عليكم غندير لكم ستوريات باختصار غنهضر فيها على كل شيء. وانا ماشي جيت هنا نبرر ولا نفسر للناس ولا نشرح. انا ما عندي علاش نشرح وما عندي علاش نبرر، كلنا كنعرفوا انا ما كنسالكم والو، نتوما ما كتسالوني حتى شي حاجه. ولكن بما انني واحد الشخصيه عامه فعادي انا اللي درت حياتي بوبليك، ماشي الناس اللي بوبليك لي حياتي، انا اللي وريت لكم حياتي. فالناس اللي كيتبعوني ومتبعيني من دائما وعادي حنا دايرين بحال هكا، حنا كبشر ماشي غير المغاربه. اي بني ادم على وجه الارض عزيز علينا شويه ديال التبرقيق، نعرفوا شنو وقع لفلانه، شنو طرا لفلانه، علاش فلانه غبرت هذه المده كامله، علاش هاد فلانه ما بقاتش كتبان هذه المده كامله. شوفوا بامكاني ندير لايف، وكيف ما قلت لكم من قبل راه ندير لايف ونحطم الرقم القياسي في المشاهدات، ولكن انا حاليا لا تهمني المشاهدات. انا هادشي اللي داز عليا في الاول ديال الحمل ديالي ما نتمناه حتى شي واحد. ما بقاوش كيهموني المشاهدات، ما بقاوش كيهموني ليفي، ما بقى كيهمني والو. كتهمني صحتي وكتهمني عائلتي وكيهموني ولادي صافي. ولا ليومنا هذا انا مازال معكم في السوشيال ميديا، حيت السوشيال ميديا واحد الحاجه اللي هي كتعجبني. يمكن من هنا لواحد 5 سنين 7 سنين ما غنعتزل، ممكن انني نعتزل، ماشي شي حاجه بعيده. ولكن حاليا انا مازال معكم. كاين بزاف ديال التغيير في حياتي، لانه ما نكذبش عليكم هاد المده اللي غبرت فيها عليكم راه استغفر الله تسمحوا لي يا اختي. هاد الغياب اللي غبرت عليكم وقعوا بزاف ديال التغييرات في حياتي، دخلوا ناس جداد في حياتي. بحال اللي نقولوا درت عقلي. شحال هاديك كان العقل طايش. راكم عارفين الانسان كيدير بزاف ديال الحوايج اللي كيديرهم ماشي لخاطرو. المهم انا غندخل لكم في الموضوع باش ما نطولش عليكم. اولا غنهضر على التفسيرات. كل واحد كيلغي بلغاه. قبل ما نبدا نهضر في واحد الموضوع خصني نتبرأ من واحد الانسانه انا متبرأه منها الى يوم الدين، باش نجيكم من الاخر. هاد الانسانه هادي راكم كلكم كتعرفوها بلا ما نسمي سميتها، اللي طالعه عليا في اللايف كتقول لهم صار يكون مريضه بالمرض الخايب، صار يكون صاحبتي دعيو معها. هادي انا ماشي صاحبتك، انا وانتي كان كيجمعنا كانت كتجمعنا السوشيال ميديا. دخلتك لداري، شركنا انا وياك الطعام، لا ما نبقى نقول وكلتك ولا شربتك، حيت هادشي كيقولوه غير الناس الجيعانه، انا ماشي جيعانه. دخلتي لداري، سافرنا انا وياك، كلينا وشربنا، شركنا الطعام. المهم هذاك الشيء كانوا ذكريات في حياتنا، عشناهم دوزناهم، كتب علينا ربي اننا نتلاقاو ونعيشوا مراحل. ولكن حنا انت عارفه من الاساس الملاقيه ديالي انا وياك فقط كانت باش نضحكوا الجمهور بطريقه او باخرى، نضحك فينا الجمهور، ولكن بواحد النيه اللي هي زوينه. اوكي، كنا كنديروا فيديوهات، كندير لك انا الفلترات، المهم كنضحكوا الناس، كندوزوا وقت زوين، كنضحكوا الناس. مره نديروا راسنا مضاربين، مره مصالحين، مره كنضربوا ديال بصح. ولكن كاين شي حوايج ميس اموريس انا ما كيعجبونيش. وفاش شي الحوايج ما كيعجبونيش فواحد الشخص وكنشوف راسي عطيت له بزاف 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 يعني حليت له الباب ديال حياتي بزاف، فكنسدها عليه. لانه كاين بعض الناس كيغلطوا فاش انا كندخل شي حد في حياتي من الاصدقاء ولا من الصديقات كيغلطوا. انا شكون هما اللي نقدر نصبر عليهم؟ انا نقدر نصبر على عائلتي اللي داروا لي شي حاجه، على ولادي، وعلى الناس اللي انا كنبغيهم. بلا ما نسمي الاسماء، اشخاص ولا الشخص، لا ماشي اشخاص، كاين شخص واحد. فهادو هما الناس اللي نقدر مثلا نصبر لهم على بالهم ونخليهم يديروا معايا ما بغاو، ونسلك معاهم ونصبر معاهم ويصبروا معايا. اما الاخرين اللي هما الصديقات ولا الناس اللي كنعرفهم هكا من السوشيال ميديا، ولا الناس اللي كنعرفهم عن بعد، الا عيقوا عليا راه كنسد لهم الباب.
هاد السيده هادي انا ما غنهضرش معاها في الخايب، ما غنهضرش عليها بالخايب، ولكن كانت كدير شي حوايج انا ما كانوش كيعجبوني، وما يمكنش انا نفرض عليك انك انت تبدلي على قبلي. شكون انا؟ اللي كيبغي يتبدل كيتبدل من اجل الله عز وجل، كيف ما درت انا بدلت فيا بزاف الحوايج على قبل الله سبحانه وتعالى وعلى قبل ولادي، ماشي على قبل البشر. انا البشر ما كيهمنيش، نقولها ونعاودها، انا الناس ما كتهمنيش يقولوا اللي بغاو يقولوا. المهم باش ما نطولش عليكم، انا السيده كنتبرى منها الى يوم الدين. انا السيده مبلوكياها من شهر 9 ديال سنه 2024، وقع بيناتنا واحد تفاهم بلا ما نعاود لكم. شوفوا انا كون باغا ندير البوز وكون بغيت نجمع المشاهدات وهذا، انا كون نعاود لكم غير لي سطوارات اللي كيوقعوا لي في حياتي مع الناس ومع شي بني، بلا ما نهضر مع شي بني ادم، راه بلا ما نقول لكم عندي ما نعاود لكم على طول العام، نبقى شاداكم بحال دوزيم. ولكن لا، كاين شي حوايج انا كنقضيهم بالسكوتي وكل واحد كيشد طريقو. بحال هاد السيده هادي مشات كتصل بالسيد اللي كان خدام معايا شيفور، مشات كتصل بالسيده اللي كانت كتعاونني في الدار، اتصلت بالاصدقاء ديالي المقربين، ما خلات بهم اتصلت. مالها ساريكول علاش كتبحث عن حياتي، رغم انني انا مبلوكياها في المكالمه في ابل، مبلوكياها في الواتساب، ما بلوكيتهاش غير في الانستغرام. واحد الخطره كتبات لي في الانستغرام خليتها في، علاش غنبلوكيها في الانستغرام؟ خليها الله يسهل عليها. وما مبلوكياهاش في تيك توك، ولكن في الواتساب وفي الابل انا مبلوكياها. وتنوضي انتي وتالفي عليا وتقولي عليا ديك الهضره وانا ما كنجاوبكش وما كنهضرش معاك، وكاع الناس اللي عيطتي ليهم اللي من الطرف ديالي، حتى انا السيد نهار اللي عيطتي له، السيد اللي كان خدام معايا شيفور، عيط ليا قال لي اختي راه فلانه عيطت ليا كتسولني عليك، اشنو نقول لها؟ قلت له خويا قول ليها ما نعرف، انا انا ساره ما بقيتش كنشوفها. تنوضي تهضري، انا اختي انا متبرئه منك قدام. هذه واحد النقطة ونخليوها على جنب غير باش نكونوا متفاهمين، أنا قلتها لكم. النقطة الثانية هي الحكومة. أنا الحكومة النهار اللي عرفت راسي حاملة قلتها الحكومة. فوقاش عرفت راسي حاملة بالضبط؟ في شهر 11 قلتها ليها، داكشي بقى بيناتنا. أنا في شهر 12 الفوق ما بقيت كنهضر حتى مع شي واحد، صافي فوني حطيته على جنب، بقيت ملهيه في راسي لانه كنت داخله خارجه للسبيطار، جاني واحد الوحم صعيب بزاف. دابا الحمد لله الصحه ديالي الصحه ماشي النفسيه كانت مزيانه، ولكن الصحه كانت يا ربي الهلاي قال لك الهلاي خلي الصحه تغدر بينا. فالحكومه فاش حطات عليا هذاك البوست ديال انا لله وانا اليه راجعون، من بعد فاش داز واحد الوقت واتصلت بها راه شبعتو ليها. انا الحكومه ما نقدرش نوض نعايرها انا قدام الناس ولا نبقى نسبها، انا ديك السيده صاحبتي، حيت بزاف منكم كتبتوا لي وقلتوا لي علاش الحكومه حطات عليك وما قلتي عليها والو. اختي واش انا غنبقى نتعاطى انا مع الناس؟ صافي السيده بررات لي، عطاتني تبرير سواء كان كذوب ولا كان مفبرك ولا كان تاليف. صافي قالت لي اختي ساره، انا سيده تواصلت معايا في الخاص وحده من لي فان قالت لي انني انا جارة ساريكول في ذمه الله، وانت ما كتجاوبيش في التليفون. وانا في ذاك الوقت اصلا ما كنتش كنجاوب في التليفون، انا كان تليفوني كيتصاوب، زائد انني كنت ملهيه في صحتي. فهاد النقطه عاوتاني غنسدوها، لانه انا الحكومه ما نقدرش نخسرها على واحد الخبر اللي هو كاذب نشرته هي كصفحه، وهذاك الخبر وصلها ما نعرف منين وصلها، والله اختي الله اعلم. انا داكشي انا اصلا هذوك الشهور اللي كنت غابره فيهم ما كنتش داخله للسوشيال ميديا، ما كنتش كندخل ما كانتش هماني السوشيال ميديا، كانت هماني صحتي وحالتي والحاله ديالي، شي حاجه اخرى ما كانتش كتهمني. دابا غندوزو لواحد النقطه نهضر عليها، عاد نهضر لكم على كيفاش دوزت، كيفاش الرعب اللي عشت. كتضحكني هذه الكلمه حيت انا كنت كنقول في اللايفات ديالي اليوم غتعيشوا معايا الرعب، وسبحان الله ردوا البال الهضره اللي كتقولوا. ربي حنتني وفغيمون عشت الرعب. شوفوا انا كنتفكر هذا الشيء قلبي تيضرني، ما نكذبش عليكم، ولكن انا ما غاداش نبكي حيت انا انسانه قويه. وكنحاول نضحك باش ما نبكيش، لانه داكشي اللي عشت الرعب، عشت واحد الرعب مرعب عليها ما كنتش قادره نبان في السوشيال ميديا ولا نخرج. فينا هو كما كنقولوا حنا كاناس، يعني هذاك الخاطر ديال انك ديري ستوريات وتشاركي مع الناس حياتك. اين حياه غنشارك معكم؟ حياه ديال السبيطار. راني كنت داخله كل سيمانه كنخرج من السبيطار يومين وكنرجع ندخل السبيطار 5 ايام. تخيلوا معايا باش تكونوا عارفين.
واحد النقطه اخرى غنطرق ليها باش كما قلت لكم نعاود لكم على الشيء الاخر. النقطه اللي غنطرق ليها هي النقطه ديال واحد بنت الجيران. انا اختي ما كنجبدك، انا مبلوكياك في